زي ما عودتكم من وقت للتاني بنعمل مع بعض فيديو عبارة عن سفرة كاملة أو بنعمل كام صنف يمشوا مع بعض في نفس الفيديو. وصفات النهاردة كلها وصفات مصرية وتنفع جدا مع بعضها. عملنا نوعين محشي كرنب ومحشي بتنجان، وعملنا رقاق باللحمة عجناه وخبزناه في البيت، وعملت كنافة بالمانجا بس فعليا خطيرة خطيرة يعني بمعنى الكلمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بوصفاتي الجديدة. اول حاجه هنبتدي بيها هي صلصه. هعمل معاكم النهارده صلصه محشي. انا بعملها في الاوقات اللي ببقى عامله فيها مثلا عزومه او اصناف كتيره وكده، او عايزه انجز في المحشي او مكسله اعمل محشي. يلا بينا. هجيب حله واحط فيها اي ماده دهنيه موجوده عندي، وبعدين هنزل بكميه بصل محترمه، يعني كميه محترمه من البصل. اول ما البصل ما يبدا كده ان هو يطلع ريحه، هنزل بمعلقتين 3 من الصلصة. وزي ما احنا متعودين ان الصلصة بنحطها مع البصل علشان تقتل المواد الحافظة اللي فيها. اول ما الصلصة والبصل يبدأوا ريحتهم تطلع، هنزل بطماطم. انا هنا مش عاملة عصير طماطم، مقطعة الطماطم حتت صغيرة واحطها على البصل وهنزل بيها على البصل. واول ما تبدا انها تتسبك كده هنزل بيها يا اما خضار كزبره وبقدونس وكده، يا اما قرنين من الفلفل الحامي او البارد المتوفر عندك. وبعدين اول ما يبداوا بقى كلهم بقى يتسبكوا وينزلوا الميه بتاعتهم، هديهم هنكه كده زي ما انتم شايفين، وهنزل عليهم بالتوابل. معايا معلقه من الكمون، معلقه من السبع بهارات، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقتين 2 من الملح. وصدق الله العظيم على كده. بس سوري، في هنا بس تعديل بسيط، هحط معلقتين 2 من الكزبره الناشفه عشان انا مش حاطه خضار وبس. وهديهم كمان تقليبه وهسيبهم على النار دقيقتين لحد ما يتسبكوا خالص عشان نعمل صلصه المحشي لما نيجي نحطه على الرز. وهحط ربع معلقه سكر عشان حموضه الطماطم وبس. كده صلصه المحشي اسهل وانجز واسرع صلصه محشي واطعم صلصه محشي هتدوقها في حياتكم. هنزل بالصلصه على الرز وهقلبه كويس، ادمجه مع بعض كويس جدا. كده الرز بتاعي بقى جاهز. انا كنت عامله كرنب وبتنجان، فقورت البتنجان وخلصته وقطعت ورق الكرنب. هحط في قعر الحله من تحت بقى بصل، ورق كرنب، طماطم، بطاطس، وتفر بقى شوف انتي بتستخدمي ايه. وهبدا ان انا الف المحشي وانا عندي حاجه يعني، في حاجه بيني وبين لف ورق الكرنب وورق العنب، في عشق كده، في كيمياء بينا يعني. بعشق لف المحشي وتفر بقى هو ايه، وانا اصلا بحب اعمل المحشي. موضوع سهل يا جماعه، ما تخضوش نفسكم. كده اول جزء من الفيديو خلص، اللي هو المحشي اللي هو اصعب حاجه اصلا مع ان هو مش صعب. وانا خلصته وهحط عليه، هنزل عليه بالمرقه ومعلقه ملح، والمرقه دوب بس ايه هتغطيه بس كده من فوق. تاني حاجه هنعملها مع بعض او تاني جزء اللي هو الحلو، اللي هي الكنافه بالمانجا، اللي هو اطعم نوع مانجا انا اكلته في حياتي يعني. انا كنت بستغرب بيدفعوا 350 جنيه في كنافه ومانجا، بس لا هي تستاهل يا جماعه. انا عايزه اقول لكم ان الصينيه دي خلصت في نفس اليوم، خلصت فعليا حلوه جدا. اول حاجه طلعت الكنافه من الفريزر وفركتها كويس جدا، يعني لازم تكون طالعه للتو حالا من الفريزر وتفركيها على طول. افركيها كويس جدا جدا، ما تخليش فيها اي حتت متكتله او اي حاجه. افركيها بالمنظر اللي انت شايفاه ده، او ممكن تضربيها في الفود بروسيسور. بعدين هجيب بقى الصينيه اللي انا هستخدمها وهدهنها سمنه لينه، يعني مش سايحه، سمنه لينه من الاطراف ومن القعر كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هنزل بالكنافه وهفردها فيها كويس جدا. انا ما حطيتش لسه كنافه سمنه لحد دلوقتي، انا هفردها في الصينيه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين هبدأ أجيب طبق أو صينية أصغر أو مكبس زي اللي انتوا شايفينه ده، وأكبس الكنافة كده. وبعدين هسيح من كوباية لكوباية ونص سمنة، أسيحها على النار، وبعدين هنزل بيها على الكنافة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طيب أنا ليه ما حطيتش السمنة على الكنافة من وأنا بفركها؟ علشان ما تكلكعش وما تبقاش كتل كده. وبعدين هسويها، هشغل القعر من تحت بس لمدة ربع ساعة. وبعدين لو لقيتها احمرت من فوق تمام، ما احمرتش هفتح الوش تاخد تقريبا 10 دقايق، واكون عامله الشربات او السيرم وركناه في جنب. وبعدين انزل على السيرم على الكنافه وهي سخنه لحد ما تعمل صوت التش اللي احنا بنسمعه ده. لازم تعمل الصوت ده عشان تبقى طريه معاه. وبعدين هجيب 2 باكت من الكريم شانتيه، زي ما اتعودنا ان احنا بنضرب الكريم شانتيه او بنعمله من غير مضرب، يعني انا عملته معاكم كتير قبل كده وبتطلع النتيجه مرضيه في الاخر. هقلب بقى الكنافه على طبق التقديم، بس انا مش هشتغل في الكنافه غير لما تبقى بارده خالص، يعني تكون بارده بارده، علشان
الحراره ما تسيحش الكريم شانتيه، واعرف افرده على الكنافه كويس جدا وما يبقاش سايح كده وسايل عليها ويبوظ شكلها. هو اي نعم لا شكلها مش بيرفكت زي اللي بنجيبها من بره، بس يكفي طعمها يعني. هو طعمها كان جامد الصراحه. هنزل بقى بكمية الكريم شانتيه بحالها عليها، وممكن تزينها بكيس كريم شانتيه زي ما انت عايزة. وبعدين هبدأ بقى انزل بالمانجا، يعني حطي مانجا زي ما انت عايزة، لان المانجا على الكنافة الميكس ده يا جماعة في حتة تانية لوحده. نصيحة بقى هنا، المانجا لازم تكون انت قطعتيها طلعتها من الفريزر لحد ما تهدى، وبعد كده قطعتيها وبعدين دخلتيها الفريزر تاني بعد ما تقطعتيها عشان تجمد عليها بالطريقة دي وتعرفي ترصيها. هنا انا كنت عجنت وقطعت وشكلت الرقاق وسبته لحد ما يهدى، وبعدين جيت هنا اعمل التعصيجة بتاعته. نزلت باي نوع لحوم متوفر عندك، فراخ او لحمه، واول ما تنزل ميتها كده وتبدا ان هي تنشف كده شويه، هنزل بقى ببصل وفلفل وحبايه طماطم. هي تحس ان هي داخله على شاورما اكتر، بس انا بحب الطماطم مع الفلفل في التعصيقه بصراحه يعني. وهنزل بمعلقه من الملح ونص معلقه من البابريكا ومعلقه من السبع بهارات، وعندي كمان معلقه من الكمون ونص معلقه من الفلفل الاسمر. صدق الله العظيم كده. لا هضيف بقى اي حاجه تانية وهسيبهم مع بعض. انا بنزل بالخضار عندي ما اللحمه او اللحوم اللي معايا تبدا تستوي. هنا الرقاق انا كنت خبزته في البيت وسويته في الفرن عادي. هجيب بقى نص كوبايه من السمنه على معلقه من البيكنج باودر علشان تساعد ان الطبقات تبقى مورقه من جوه، ما تبقاش ماسكه في بعضها وتحس ان هي شبه معجنه كده. هدهن الصينيه وهجيب صينيه تانية جنبي حاطه فيها شوربه. لازم وحتما الشوربه تكون سخنه وبتغلي عشان تطري الرقاق معايا، هتساعد ان طبقات الرقاق يعني تبقى طريه كده، يعني طريه شويه كده. وهبدا احط راق، هبله في الشوربه الاول وهبدا احطه وهبدا ادهن سمنه، وكذلك في الراق التاني احطه وادهن سمنه، والراق التالت كذلك. سوري كهذا. الطبقات بتبقى ايه، يا تلاتة وتلاتة يا خمسة وخمسة، مش هعمل لا اكتر ولا اقل من كده. يا تلاتة تحت وتلاتة فوق، يا خمسة تحت وخمسة فوق. وزي ما هعمل في التلاتة اللي تحت هعمل في التلاتة اللي فوق، زي ما هعمل في الخمسة اللي تحت هعمل في الخمسة اللي فوق. وهمشي بهذا المنوال لحد ما اعمل. انا هنا في ده عملت اربعة 5 طبقات. يعني انت عندك من 3 ل5، انا عملت 4 و4، وفي النص كانت التعصيق. هنزل بقى قبل ما احط التعصيجة، بس يمكن الخطوة دي ما تصورتش، بس انا بحط كبشتين او مغرفتين من الشوربة، وبعدين هنزل بالتعصيجة في النص مش على الاطراف عشان ما تطلعش بره الصينية بتاعه الرقاق. ممكن تعملي حجم اكبر، بس انا الحجم ده بيكفيني، عملت منه صينيتين. وبعدين هحط بقى الطبقات، عدد الطبقات اللي تحت، وهدهن من فوق. هحط عدد الطبقات زي ما حطيت تحت احط فوق، وهدهن بقشطة او بسمنة. سوري، بقشطة او بزبدة فلاحي، واحط كبشتين من الشوربة او كوباية شوربة وادخله الفرن من تحت بس، ولو احتجت اشغل من فوق اشغل. هنسيبه ربع ساعة. هنا بقى كانت التتبيلة دي بتاعت الفراخ اللي بتبقى شبه مشوية في الفرن، انا بحبها جدا. معلقة من الصلصة، نص معلقة من الكركم، نص معلقة من البابريكا، شوية من الملح وشوية فلفل اسمر، واحطهم في الفرن لحد ما اوشهم، لحد ما الفراخ تاخد لون. وبس على كده الاكل كله كان جاهز في وقت بسيط يعتبر. انا من الناس اللي ما بتزهقش من وقفه المطبخ ومن عمايل الاكل، وانبسطت جدا ان انا عملت سفره زي دي. وبتنجان كمان كنت حشيته بس ما صورتوش معاكم، بس كنت عاملاه في فيديوهات قبل كده. الفيديو خلص، واتمنى ان انتوا تجربوا السفره دي، هتعجبكم وهتبهركم. ونتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام ختام.